المعروك موجود بكل أيام السنة، بس برمضان إله نكهة خاصة، وخصوصًا إذا ساويناه بإيدنا. يا عيني يا عيني. اليوم رح نعمل وصفة معروك سهلة كتير واقتصادية، ورح نقول لكم شو البدائل للأشياء اللي بدنا نحطها. إن شاء الله الفيديو ينال رضاكم وإعجابكم. اللي بيشاهدني لأول مرة، أنا هنادي وهي قناتي سفرة هنادي. بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. برحب فيكم جميعا، ومباشرة رح نبدأ بطريقة العمل والمقادير. بالبداية بدي أخذ كمية من الطحين، واللي هي نص كيلو من الطحين، وبإمكانكم تضاعفوا الكمية إذا عندكم عدد أفراد أسرة كبير. طبعا بالبداية بدي نخل الطحين، لأنه لما بنخل الطحين بندخله الهواء وبيكون نافش هيك، وبيعطي قوام ممتاز للعجينة. نخلت الطحين، وهلأ بدي أضيف له الإضافات. ضفت ربع معلقة من الملح، معلقة من الشومر، ومعلقة من اليانسون، طبعًا بمعلقة الطعام. أمّا المحلب هلأ بدي أضيف كمية قليلة كتير منه، لإنه إذا كتّرت كمية من المحلب بيعطي مرار وبيعطيه طعمة مو ظريفة أبدًا. وضفت معلقة من الحليب البودرة، وهون الحليب البودرة لا تستغنوا عنه أبدًا، لإنه هو بديل للبيض، لإنه بيرفع البروتين تبع العجين. وحطيت معلقتين من السمنة المدوبة، دوّبتها بالميكروويف وحطيتها. وهلأ بدي أدخّل السمنة بالطحين عن طريق إني بسهم، وبمجرد ما أخد الطحين كل السمنة، وبتعرفوا لو إنه كمية قليلة بس بتعطي نتيجة غير شكل. بعد ما جهزت المواد الجافة بخليها على جنب، وهلأ بدي أعمل الخليط السائل اللي بدي شرب فيه طحين. فباخد كاس وربع من الحليب السائل، وبإمكانكم هون تضيفوا مي، ما تضيفوا حليب ما في مشكلة، بس لازم تكون هون الحليب أو المي دافي. بحط نص كاسة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، بحركهم مع بعض. وهلأ بدي أغطيهم حوالي 5 دقايق لحتى تتفاعل المكونات مع بعض، وبعد هيك بننتقل للمرحلة اللي بعدها. بعد ما تتفاعل الحليب والخميرة بضيف المكونات السائلة. شايفين هون عملت رغوة الخميرة، فأنا تأكدت إنها فعالة. هلأ بحط المكونات الجافة وبضيف لها الخميرة والمكونات السائلة، بحركها بالمعلقة بالبداية حتى ما تلزق المكونات بإيدي، وبعدين أعجنها عجينة مرتبة. يعني مدة العجن لا تقل عن 10 ل 12 دقيقة، حتى تصير معاي عجينة بتلزق شوي وبنفس الوقت طرية، وبدي إياها تكون ملسة. مثل ما أنتم شايفين ضليتني أعجن فيها لحتى وصلت لهذا القوام، بتلزق شوي. برجع بعجنها مزبوط، وإذا احتجت معلقتين من الطحين برجع بحطهم. ومثل ما أنتم هلأ رح تشوفوا أني أنا بنزل العجينة على الرخامة، وبضيف عليها شوية طحين، حوالي معلقتين من الطحين، وبضلني أدعكها لحتى أخليها تنعم وتصير معاي من أروع ما يكون. ما بدي إياها تلزق كتير، أنتم شايفين إنها عم تلزق كتير، فهلأ بعملية الدعك هاي بخليها ما تلزق أبدا. أنا ضفت لها معلقتين بس من الطحين، ما تخلوها كمان تقسى، لأنه إذا قسيت العجينة بتعطيني نتائج مو منيحة أبدا. شايفين فيها تلزيقة بسيطة، وهذا اللي بدي إياه. حطيتها بجاط اللي أنا سويت فيه العجينة، وسكرت عليها، وهلأ بخليها حوالي ساعة زمان لحتى يتضاعف حجمها. وبهذا الوقت بدي أحضر الحشوات اللي بدي أحشي فيها. فأخذت شوي من التمر، لا تكتروا، حوالي ربع كيلو، وحطيت عليها قرفة وشوية هيل ومعلقة سمنة مذابة، ودعكتها مزبوط. أما الحشوة التانية فهي جوز هند وشوية أشلمش وشوية سكر، وبحط عليهم معلقة صغيرة من القرفة الناعمة، بحركهم مع بعض. وهي الحشوة التانية اللي بدنا نحشي فيها. وبإمكانكم تساووا كمان معروك بدون حشوة، كتير بيطلع طيب وكتير لذيذ. أما الحشوة الأخيرة فما راح أحكي لكم عليها، تابعوني لآخر الفيديو لحتى نحكي عن الحشوة الثالثة اللي بدنا نحشي فيها، حشوة غير شكل. بعد ما العجينة خمرت وتضاعف حجمها، أنا عم أقطعها قطع. أخذت قطعتين كبار، وهلأ بدي أقولكم ليش. والباقي القطع متساوية بالحجم. طبعا شايفين نص كيلو الطحين ساوى كمية محترمة من المعروك. هلأ بدي بلش شكل فيهم مثل ما أنتم شايفين. خليتهم بعد ما قرصتهم حوالي 10 دقايق لحتى ارتاحوا،
حتى يسهل علي تشكيلهم مثل ما أنتم شايفين. أخدت جزء من العجينة وفردتها وقطعتها من تحت، عملت لها شقوق، وحطيت العجوة مثل ما أنتم شايفين، ولفيت العجينة على العجوة مثل ما مبين بالفيديو المكان، وساويتها بشكلين، شكل هلال وشكل المتعارف عليه بالمحلات. طبعا صفيتهم بالصينية وخليت مسافة بيناتهم. وهلأ بدي أعمل الشكل الثالث. أخدت قطعة من العجين ومثل ما أنتم شايفين لفيتها رول، وهلأ بلشت لفها جنب بعض، ولكيتها بالسمسم مثل ما لكيت البقايا اللي قبلها. وكمان رجعت عملت واحدة تانية بنفس الطريقة، وكمان غمستها بالسمسم المحمص، لازم يكون محمص. أما الشكل اللي عم بعمله هلأ، فباخد كتلة من العجين بفردها بين إيدي وبحشيها بحشوة الأشلميش والجوز الهند، الحشوة اللي عملناها، وبسكرها مثل الصرة، وبلك وجهها بالسمسم. أما الحشوة اللي قلت لكم عليها فهي النوتيلا أو الشوكولا القابلة للدهن. هدول الكرتين اللي قلت لكم عليهم بالأول إنه هن كبار، أخدتهم فردت أول واحدة بشكل طولي وحطيت فيها النوتيلا أو الشوكولا القابل للدهن. أما الثانية فردتها بشكل مدور وحطيت فيها النوتيلا، يعني فردتها فيها وصريتها مثل الصرة، وبعدين فردتها مثل ما أنتم شايفين. هاي ممكن أحط عليها سمسم وممكن ما أحط، بس لا ترققوها مثل ما أنا عملت حتى ما تطلع الشوكولا منها. إذا وصلتوا معنا لهون بالفيديو لا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير وتشتركوا بالقناة. شايفين غطيتها، وبعد ما غطيتها تضاعف حجمها. وهلأ بدي أحطها بالفرن على درجة حرارة 200 ل 210، بحمرها من الأسفل وبعدين بحمر وجهها، وبعد ما تطلع من الفرن برشها بمي بالبخاخ مثل ما أنتم شايفين. بس أنا اخترت إني بخ على القماشة اللي بدي أغطي فيها المعروك اللي طلعته من الفرن حتى يكون طري. شايفين من أروع ما يكون، كتير طيب، كتير ريحته معبية البيت كلها، أطيب من تبع السوق بكتير. مثل ما أنتم شايفين قديش هش وقديش قطني. طبعا مجرد ما حطينا إيدنا عليه مباشرة بتحسوه مثل القطن. شايفين كتير لذيذ. أما القطعة اللي حشيتها بالنوتيلا هلأ كمان بدي دهن وجهها مثل ما أنتم شايفين، هشة وطرية، ومجرد ما ضغطت عليها بتنضغط وبترجع بتقب. شايفين حطيت النوتيلا عليها، وهلأ بدي أحط شوية جوز هند وشوية فستق حلبي حتى أعطيها شكل غير شكل، وكمان نكهة غير شكل. شايفين هيك عملنا بنص كيلو. شوفوا قديش الكمية اللي عملناها، كمية كتير اقتصادية وكتير ظريفة. بتمنى إنه الفيديو نال رضاكم وإعجابكم. إذا عجبكم الفيديو شاركوا، ولا تبخلوا علينا باللايك والشير، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. يعطيكم ألف عافية وصحتين وهنا.